السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان لان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق شيكستينج. التطبيق ده مساحته 53 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتواصل الاجتماعي، تطبيق تواصل اجتماعي زيه زي تطبيق الفيسبوك، زي الانستجرام، زي التويتر، زي اي تطبيق تواصل اجتماعي. بتقدر من خلال التطبيق ده تكون صداقات وتتعرف على ناس جديدة، سواء من نفس المكان او نفس البلد اللي انت فيها او من بلد تانية، بيتكلموا نفس اللغة اللي انت بتتكلم بيها او بيتكلموا لغات تانية. تقدر تعمل معاهم شات، مكالمات صوتية، مكالمات فيديو. تقدر ان انت تنزل على التطبيق صور ليك، فيديوهات ليك. لو بتعمل لايفات، عندك محتوى، عندك موهبة. لو حابب ان انت تنزل بوست على التطبيق بتقدر تعمله زي برضو الفيسبوك كده بالظبط. ده كده الحاجة الظاهرية او الحاجة اللي باينة من التطبيق. اما الحاجه الخفيه للتطبيق فده من ضمن تطبيقات اللايفات او من ضمن تطبيقات المعادات. تطبيقات اللايفات او المعادات دي تطبيقات بتكون بتستغل حاجه الشباب ان هم عايزين يتعرفوا على بنات، عايزين يعملوا علاقات غير شرعيه، يتكلموا مع بنات، يتكلموا معاهم مكالمات صوتيه، مكالمات فيديو، مكالمات جنسيه. فالتطبيقات دي بتقدم لهم الحاجات دي. اي شاب بيكون عايز يتكلم فبيحمل تطبيق زي كده، فبعد ما بيحمل التطبيق بيجي يتقال له لو عايز تتكلم مع البنت او بنت تخش تتكلم معاه، تبعت له صور، تبعت له اي كلام، يبدأ يتكلم معاه. يطلبوا منه ان هو يشترك في التطبيق علشان يقدر ان هو يكمل مكالمة معاه. بعد كده يطلب منه ان هو يعمل مكالمة صوتية، التطبيق يطلب منه برضه ان هو يدفع الاشتراك. يطلب منها مكالمة فيديو، التطبيق برضه يطلب منه ان هو يدفع اشتراك. كل ما المكالمة تتقفل او تخلص او تقطع او اي حاجة من الحاجات دي عشان يفتح مكالمة جديدة برضه يطلب منه اشتراك، وهكذا بقى. استغلوا بقى الموضوع ده على طول باستمرار علشان الشاب او الواحد يفضل يتكلم في الموضوع، يفضل يدفع في التطبيق ده. طبعا من ضمن التطبيقات اللي انا مرشحش حد ان هو يحملها ولا يتعامل عليها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق والفايدة بتاع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين اكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.